السلام عليكم مشاهدينا الكرام. دخل لبنان في بازار الانتخابات الرئاسية، وبدأ المرشحون المحتملون إعلان مواقفهم وبرامجهم تمهيدا لساعة الصفر التي تبقى مجهولة عادة حتى ربع الساعة الأخير. فرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون أعلن بأنه لا يسعى للمنصب وإنما لتحقيق حلمه بوطن، مشيرا إلى أنه إذا لم تحترم معايير التمثيل المسيحي فأنا خارج اللعبة، كما قال العماد عون. الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية قررت بالإجماع ترشيح رئيسها سمير جعجع للرئاسة، وأعلن جعجع أنه لا يحمل أي ضغينة لحزب الله على الإطلاق، وأن قوى 14 من آذار لم تتخذ موقفها بعد بشأن ترشيحه. بموازاة ذلك، سجل المشهد اللبناني خلال هذا الأسبوع انطلاقة مثلثة الاتجاهات. الحكومة انطلقت في جلسات متلاحقة بدأت بخطة أمنية لعاصمة الشمال طرابلس والبقاع الشمالي، واستكملت بعدد من التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة. مجلس النواب أطلق ورشة تشريعية بشكل أسبوعي أدت إلى إنجاز بعض المشاريع واقتراحات القوانين المهمة والملحة، ولا سيما المطلبية منها، وإن كان الملف الأكثر تعقيدا لا يزال قيد النقاش والبحث، ألا وهو مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للموظفين. فهل هبط الوحي على الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد؟ وكيف ومن أين أتى بعد أشهر من المعاناة سبقت ولادة حكومة الرئيس تمام سلام؟ لماذا لم تنجح الخطط الأمنية السابقة في مدينة طرابلس، وترك اللبنانيون يدفعون الثمن بالمئات من الضحايا والجرحى على مدى 20 جولة من الاقتتال؟ هل تتجه الأمور نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد، أم أن الفراغ هو المرجح؟ كيف ستعالج أزمة النازحين السوريين التي بدأت تهدد بانفجار كبير وفق ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة؟ هذه الملفات والعناوين سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو لهذا الأسبوع من المشهد اللبناني، القيادي في التيار الوطني الحر الأستاذ أنطوان نصر الله، وسيكون معنا عبر الهاتف في سياق الحلقة الكاتب والصحافي الأستاذ سعد الياس. ولكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ الحوار نتوقف مع تقرير يعرض أبرز محطات المشهد اللبناني لهذا الأسبوع. بسحر ساحر عادت المؤسسات الرسمية في لبنان إلى العمل بعد توقف دام فترة طويلة. فالجيش اللبناني والقوى الأمنية أمن لهما الغطاء السياسي لفرض الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة في طرابلس والبقاع الشمالي. دخلت القوى المكلفة تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس، فتساقط من كانوا يعتقدوا بأن لا قوة تستطيع قهرهم، منهم من توارى عن الأنظار، ومنهم من أوقف وأحيل إلى القضاء بعد الاستنابات التي صدرت بحقهم. وعاد أبناء المدينة للتلاقي بعد مصالحة برعاية الجيش اللبناني الذي أزال كل مظاهر الصراع. وبحسب مصدر أمني، ساعات قليلة وتنطلق الخطة الأمنية المقررة للبقاع الشمالي، وتقضي الخطة بالعمل على مكافحة الإرهاب عبر حماية الحدود ومنع تسلل المسلحين السوريين ومحاصرة عصابات سرقة السيارات والخطف. وبالتزامن مع الإنجاز الأمني انطلقت أعمال الحكومة التي بدأت بإقرار التعيينات الإدارية ومناقشة ملف النفط، وتم إنجاز 10 تعيينات توزعت بين الأمن والقضاء والإدارة على أن يستكمل الملف بعد توافق جميع الفرقاء على الأسماء، في إشارة إلى رغبة لتوفير جو من التوافق حول الموضوعات الحساسة. وإلى مجلس النواب، حيث انطلقت عجلة التشريع، وأقر المجلس مجموعة قوانين جديدة بعد توقف عن التشريع لفترة طويلة. الجلسة التشريعية تزامنت مع تحركات مطلبية للعمال والموظفين، حيث نجح المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان بالحصول على حقهم بالتثبيت. هيئة التنسيق النقابية هي الأخرى نفذت اعتصاما حاشدا قرب مجلس النواب للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تدرس في اللجان المشتركة. وتؤكد مصادر مطلعة عن اتجاه لإقرار السلسلة التي تعد حقا لموظفي الإدارات العامة الذين هددوا بالعودة إلى الشارع وصولا إلى الإضراب المفتوح في حال عدم حصولهم عليها.
إلا أن المفارقة كانت في إسقاط اقتراح قانون كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة ويقضي باعتماد مبدأ النسبية في قانون الانتخابات النيابية. عودة الزخم إلى العمل المؤسساتي الذي افتقده اللبنانيون لفترة طويلة يأتي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث قرر حزب القوات اللبنانية ترشيح رئيسه سمير جعجع لانتخابات الرئاسة، وهو ما لاقى استحسان مسيحيي 14 من آذار مقابل ترقب تيار المستقبل الذي لم يعلن موقفه بعد. في المقابل لم يعلن رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشيل عون ترشحه رسميا، واكتفى بالتأكيد أنه مرشح قوي للرئاسة إذا كانت الظروف مؤاتية، بعد الحديث عن تقارب مع تيار المستقبل والذي توج بلقاء عون الحريري في العاصمة الإيطالية روما. من جهة أخرى أنهت لجنة التواصل النيابية التي شكلها الرئيس نبيه بري جولتها على المرجعيات السياسية والدينية لاستطلاع رأيها بموضوع انتخابات الرئاسة، على أن ترفع تقريرها لبري حول ما سمعته من الفرقاء اللبنانيين حول هذا الموضوع. وبموازاة الانطلاقة السياسية دخلت أزمة النازحين السوريين في لبنان مرحلة حرجة وحساسة بعدما تجاوز الرقم الرسمي المسجل من قبل الأمم المتحدة 1,000,000. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأفاضل، وأرحب بضيفي في الاستوديو القيادي في التيار الوطني الحر الأستاذ أنطوان نصر الله. أهلا بك أستاذ أنطوان. أهلا فيك. البداية من النقطة الساخنة إذا جاز التعبير، الاستحقاق الرئاسي. السؤال البديهي في لبنان: هل ستحصل الانتخابات الرئاسية وقد دخلنا عمليا في الفترة الدستورية لهذا الاستحقاق؟ يعني بالطبع نحن كقوة سياسية وكقوة يعني موجودين في هذا البلد نتمنى إجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية. نعم. نحن عرضنا بالأساس تمديد لمجلس النواب وطلبنا إجراء الانتخابات بمواعيدها. بنعارض أي فراغ دستوري وبنتمنى أنه تصير قبل 25 أيار. هلأ في حال شو الجو السياسي بقول؟ نعم. بالحقيقة اللي هو بالتقرير أوردتوه وحضرتك أنت في المقدمة، في شيء يعني صاير بالبلد ديناميكية معينة أدت إلى فتح يعني لبنان، فتح أبواب لبنان إلى نوع من الاستقرار. طرابلس، ما حدث في طرابلس، نعم، الخطة الأمنية ونجاح الخطة الأمنية، وهي يعني الحكومة ليست المرة الأولى، التعيينات، يعني المجلس النيابي. هل يعني هذا هناك ورشة كبيرة ضخمة انطلقت بشكل يعني بسحر ساحر بطريقة يعني غير واضحة أو مفهومة لدى اللبنانيين. هل هذا الانفراج سوف يقودنا إلى إجراء انتخابات؟ يعني هل هناك خطبة مخفية من أجل إجراء انتخابات رئاسية في مواعيدها، أم هذا الانفراج أو هذا التقارب سوف يؤدي إلى اقتناع اللبنانيين بأننا نستطيع أن ننتظر قليلا حتى يعني تتبلور الصورة في المنطقة وإجراء الانتخابات كما يقال في أوائل تشرين أو ربما أكثر، في أواخر تشرين أو ربما أكثر. ولكن هذه النقطة اسمح لي أستاذ أنطوان، تفضل. إذا ذهبنا إلى هذا المنطق وأواخر تشرين نكون قد شرفنا على انتهاء ولاية المجلس النيابي الممددة أصلا، وهناك أسئلة وعلامات استفهام حول ولاية المجلس وطريقة التمديد وإذا ما كان يحق له أصلا أن ينتخب رئيس جمهورية. يعني هناك أسئلة كبيرة في هذا المجال. أولا كما ذكرت في التقرير، المشكلة في لبنان بأننا نتفق على أمور مهمة، ولكن الأهم حتى اليوم لا نتفق عليه هو يعني قانون انتخابي عصري. كانت نعم. النسبية جزء من مطالب معظم الشعب اللبناني. إجراء الانتخابات وفقا لقانون عصري هو النسبية، يعني لكي ينقذ نفسه هذا المجلس الممدد لنفسه. نعم. كنا بانتظار أن يقرر قانون انتخابي يبدأ بالنسبيات. هذا لم يحصل، وعدم حدوث النسبية يعطينا فكرة على أن صحيح هناك انفراج في بعض الملفات، ولكن هناك احتقان في شكل النظام. يعني الخلاف اليوم في لبنان ليس خلاف على تعيين محافظ أو تعيين موظف أولى أو ما إلى ذلك. بالطبع هذا من ضمن تقاسم الجبنة بين اللبنانيين. نعم. ولكن المشكلة في لبنان اليوم أي لبنان نريد، ومشكلة النظام اللبناني. هذا ينعكس على أمرين أساسيين. أو الأمر الأول انتخابات رئاسة الجمهورية
في حال كان هناك رئيس قوي ينتمي إلى فريق سياسي معين، فإذا هذا الفريق السياسي يكون قد انتصر. والأمر الثاني هناك أيضا القانون الانتخابي الذي يحدد شكل النظام شئنا أم أبينا. نحن في لبنان أمام نظام الحكم هو نظام برلماني، يعني المجلس النيابي يلعب دورا كبيرا، ينتخب رئيس جمهورية، يعطي الثقة للحكومة، يشرع، يقونن، يعدل الدستور، يعني وما هو إلى السلطة ذلك. الأم. السلطة الأم، وخصوصا من بعد الطائف، يعني حتى في الطائف في مقدمة الطائف ورد بأن السلطة في لبنان هي ديمقراطية برلمانية، فإذا سلطة المجلس النيابي سلطة كبيرة جدا. من هنا أعتقد بأن لم تنضج الأمور حتى الآن لإجراء انتخابات، ربما قد تنضج قبل 25 أيار، وإنما وفقا للخلافات الحادة التي نراها اليوم أعتقد بأن هناك من يراهن على الفراغ. من هنا تقديم بعض التنازلات الشكلية.